طيب يا جماعة، أنا اتفرجت على الفيلم ده. ماشي. وقال لك الفيلم ده أول فيلم سوبر هيرو عربي في التاريخ، وهياخد الجرافيكس في حتة تانية. بعد ما اتفرجت يا ريت يكون ده آخر فيلم سوبر هيرو عربي في التاريخ، لأنه ما خدش الجرافيكس من هنا لهنا، قسما بالله ده رمانا ورا. مم. عاملين جرافيكس والله العظيم ما تطلع في فوازير رمضان، يعني حتى في حتة جرافيكس معمولة في فيلم طاقية الإخفاء، اللي هو بقى واحد بيختفي وبيطلع شعرها من ورا ويعمل لها كده البلوزة وبتاع والكلام ده. ماشي. تعال نسأل كده السوبر هيرو بتاعنا، ايه السوبر باورز بتاعتك؟ بتطير؟ لا ما بتطيرش خلاص، عشان بتاع الجرافيكس ما بيعرفش يعملها. ماشي. طيب بتعمل ايه بقى؟ عايزين نعمل فيك حوار بقى، بيختفي ويظهر في حتة تانية كده، يعني بص. ايه ده؟ انا بختفي؟ والله العظيم يا جماعة الجرافيكس في الفيلم معمولة كده فعلا حرفيا، والله بجد. طب انا هسألك سؤال بقى، يا اللي عملت الفيلم، انت ليه ما قلدتش حاجات من بره وجبت ناس من بره مثلا يعملوا الكلام ده بجرافيكس وبتاع والكلام ده؟ اه حاولت انت تقلدهم في ايه بقى؟ قلدتهم في المزيكا بتاعت افنجرز، لما كانوا في الاخر خالص يعني حتة في افنجرز، يعني فاهم؟ نفس المزيكا بالظبط، بس الراب بتاع الكوبي رايتس راح جاي قال له لا احنا عايزين نكون مختلفين وكرييتيف بقى، قلبها شرقي. ليه قلدت ديدبول في الاخر؟ ما قلدته ولبست زيه وقعدت ترقص وبتاع. ليه؟ ليه؟ دايما في افلام السوبر هيروز بيبقى فيه جود جاي وباد جاي. مين الجود جاي ده؟ بتاعنا ده حبيبنا ده، ماشي. الباد جاي هو اللي هيفشخ الجود جاي بتاعه، وغالبا بيبقى اقوى منه سنه وحوار بقى يعني حاجه. وبعدين الاتنين بيبقوا في بدايه الفيلم مع بعض. الجود جاي بتاعنا السوبر هيرو بيكتشف القوه بتاعته، تمام. والباد جاي بنشوف التاريخ بتاعه، هو ليه اصلا باد جاي. وبيجي في النص بيبقى في حاجه اسمها كلاش بوينت بقى، ان هو ده الباد جاي بيكتشف ان الجود جاي موجود، ويبتدي بقى ايه، يلا بقى نبتدي بقى الفايت من هنا. ماشي. ماشي. ليه انا قاعد اول 60 دقيقه اول ساعه في الفيلم مركز مع تاج بس، ومفيش فيلم في الفيلم خالص يا جماعه، والفيلم بيخلص ماشي. بيخلص مره واحده، راحوا مطلعين لك ده في هيئه مكافحه الخوارق. ماشي. وطلعوا مع تامر حسني بطل تاني، ماشي، سوبر باور تاني. هقول لكم السوبر باور بتاعته ايه بجد، بيجيص والله. طب خلاص يا جماعه ماشي، في حلو هي. طيب هيجيص في وش مين؟ فين الفيلن؟ هوب مره واحده، ايه ده؟ ايه الفيلن؟ تامر حسني برضه بس يعني زرقاء. اه. ليه بقى؟ يعني طب السوبر باورز بتاعته ايه؟ بيخفي، بيولع فينا، هيولع فيا انا وانا بتفرج من كتر ما هو جامد قوي. لا ده هو عنده نفس السوبر باورز بتاعت تامر حسني، بس ما بيختفيش، ما بيعرفش يختفي. اه. فين بقى الكلاش بوينت بتاعتهم؟ يعني الضرب فين؟ ليه؟ عشان تامر حسني الشرير عايز يسرق بنك، بس هو ما بيختفيش. ماشي. فقال لتامر حسني الكويس، قال له تسرق لي البنك عشان انت بتختفي. مم. ما تلبس ماسك يا عم الحاج، ما تلبس ماسك وتبقاش بقى كلوت بقى. ما تلبس ماسك يا عم وروح يسرقه يا عم الحاج، ومحدش هيعرفك، وانت اصلا محدش عارفك اصلا، وهتلبس في التاني. يا جدعان هو اللي عامل القصه دي ايه يعني؟ انا يا جماعه بس مش عايز اقول لكم، يعني انا بس بقول رايي في الفيلم وبقول رايي في الحاجات دي. للاسف، لان انت لما بتيجي تعمل حاجه زي سوبر هيرو موفيز والكلام ده، احنا جمهور بيتفرج بره على مارفل والكلام، فاحنا هنقارنك بيهم غصبا عننا. فليه عملت كده؟ ركز يا عم في الدراما وبتاع، وحتى التمثيل وحش قوي يا جدعان، وحش قوي. استغفر الله العظيم.